بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لكل اللي اشترك لي في القناة يا رب يرزقه ويوسع رزقه ويزيد ويكبر خاطره زي ما جبر خاطري يكبر خاطره ربنا. عاملين ايه يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ ده ان شاء الله رابع فيديو ليا في القناة. كل اللي بيشوف الفيديو بتاعي يشترك لي في القناة وان شاء الله القناة هتعجبكم. لو كنتي الصبح صباح الفل عليكي، لو كنتي بالليل مساء العسل عليكي. تعالوا النهاردة ان شاء الله هوريكم حياتي ماشية ازاي في اليوم، ونظامي ازاي ماشي. انا بادئه يعني في القناه اليوتيوب دي، فانا لسه يعني جديده مش فاهمه يعني انا هبدا يعني هعمل هقدم لكم محتوى بس انا بقدم محتوى دلوقتي انا روتين ونظافه وزي كده تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. النهاردة أنا حضرت بقى، فطرت أنا وأولادي تمام، وعملت شاي تمام. أنا بجيب لكم بس حاجات كده اللي هو فطرنا البسيط المتواضع. وبعدين بعد ما حضرت قلت هعلق على الاكل الغدا. احنا وخلاص فطرنا، اعلق على الغدا عشان اخلص الغدا بدري علشان ما تاخرش عليه تمام. طلعت اللحمه زي ما انتوا شايفين، قلت احطها في الميه تفك. وبعدين رحت بقى نظفت الشقه بقى ورتبت الدنيا، ورحت دخلت على الحمام برضو عملت غسلته كله تمام. انا جبت لكم بس البانيو انا وبغسل فيه. وبعدين رحت شفت خلاص الميه السخنه الميه غليت يعني. وبعدين حطيت جواها اللحمه، وحطيت حبهان، وحطيت بصلايه وشويه فلفل اسود. بس الملح مش بحطه دلوقتي، بحطه قبل ما اللحمه تستوي بشويه، علشان لو حطيت الملح الاول تحس اللحمه مش بتستوي بسرعه. ورحت دخلت اوضه الاطفال، نظفت الاوضه زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل على سيدنا محمد. ورتبت الدنيا في الاوضه. انا ما جبتش الاوضه كامله يعني، جبت لكم السرير انا بنظف فيه. وبعدين لقيت نفسي حرانه كده خالص، انا وشغاله اروح في الشقه يمين واروح للشقه شمال. فقلت هشغل التكييف. فشغلت التكييف زي ما انتوا شايفين كده، وجاب لي شويه هوا حلوين. قلت ايوه كده عشان انا ورايحه انا وجايه الهوا يجي عليا، عشان الدنيا والله الجو يا جماعه كاننا قاعدين فين. الدنيا حر خالص، الجو حر. بشغل المراوح كلها بتاعت الاوض والصاله والتكييف، وتحسي برضو حرانه. اولادي دول بيبقوا حرانين، يا ماما جسمنا يا ماما اقول لهم ادخلوا استحموا، بدخلهم يستحموا عشان الجو بصراحه نار. اللهم صل على سيدنا محمد. بالله عليكي لو وصلت لحد هنا اعملي لي اللايك، اعملي لي اللايك، مش هتخسري حاجه والله والله. اللايك مش بفلوس، بس تعملي لي اللايك وتجبري خاطري وتشتركي في القناه. والله قناتي باذن الله هتعجبك، ما تستخسريش فيا يعني لايك واشتراك في القناة، عشان القناة بتاعتي تزيد بالحبايب والتعليقات الحلوة. وبالله عليكي علقيلي تعليق حلو كده يفرحني ويكبر خاطري. انا لما بشوف تعليقكم والله بفرح، بقول اللهم صل على النبي. شوفوا التعليقات، وبوري لجوزي واولادي واقول لهم شوفوا كده التعليق الحلو ده اللي من الجزائر واللي من المغرب. ويعني بجد انا فرحانة بيكم والله، وفخورة اني انا معايا ناس من الجزائر وناس من المغرب، ولسه ان شاء الله قناتي هتكبر بيكم باذن الله. هنا بقى قلت خلاص اللحمه قربت تستوي، وخلاص الشوربه اتعملت بتاعت اللحمه. وقلت اعمل شويه رز بشعريه، احنا بنحبها خالص وعيالي بيحبوا الرز بالشعريه. زي ما انتوا شايفين كده شطفت الحله كانت نظيفه، بس برضو احتياطي لازم ننظف يعني نشطفها شطيف كده من اي حاجه يعني احتياطي تمام. وبعد ما شطفتها ورحت حطيتها على النار بتنشف الميه بتاعتها، وهنزل بالزيت.
وبعد ما انزل بالزيت هنزل بالشعرية، والشعرية تقعد تتحمر تتحمر لحد ما تتحمر التحمير الحلو. تمام. واروح بقى ايه انزل بالرز، وبعدين انزل بشوية الشوربة الحلوين. اللهم صل على سيدنا محمد. واظبط الملح واظبط واحط شوية فلفل اسود. واللي بتحب تحط مرقة في الرز تحط يعني نص مكعب، برضو بيدي طعم حلو قوي للرز. اللي ما بيحبش ما يحطش. تمام. في اللي بتحط ورق لورا في الشوربة برضو بيعمل نكهة وبيعمل طعم زي المرقة. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. زي ما انتم شايفين اهو، سايبة الشعرية تتحمر وايه. وبعدين هنزل ان شاء الله عليها ايه بالرز. بصلوا على النبي كتير. وربنا خلقنا للعبادة، ما خلقناش لأي حاجة تاني، وما خلقناش للعب، وما خلقناش للتليفونات 24 ساعة. والله وأنا من ضمنهم. يعني أنا مثلا بقولك إنك انتي بتمسكوا التليفونات وأنا مش بمسك. والله أنا بمسك. أنا لو مسكت التليفون ودخلت على التيك توك خلاص أنا والله بنسى نفسي، ونفسيتي بتتعب وبتضايق، وبقول يا ربي انا عايزه اوعى لعيالي واوعى لبيتي واوعى لنظافه بيتي. بس انا قررت ان شاء الله اني هوعى للبيت وللعيال والمسؤوليات. ما شاء الله اللهم صل على النبي. نتيجه الثانويه العامه ظهرت. الثانويه ظهرت. تمام. فما شاء الله والله العيال اللي جايبه مجاميع حلوه بتجذبك وبتخليكي انك تهتم باولادك من هم وصغيرين علشان يطلعوا لك حاجه حلوه من فرحه الام والاب لعيالها. لما عيل يكون في ثانويه ويروح يجيب لها مجموع 99 او 95 او 94، ما شاء الله الناس دي اللهم صل على النبي دول مهتمين بايه؟ بتربية عيالهم وبتعليمهم ومهتمين بيهم. اللي زي حالاتي مهتم بالنت ومهتم بالتيك توك وسايبين العيال كده، اللي يروح واللي يجي. لا، عايزين ظبطة يا جماعة، عايزين نقرب من ربنا. ما انتي ربنا مش هيكرمك غير لما تقربي من ربنا وتقري قرآن وتركزي مع عيالك. ربنا هو اللي هيجذبك تعملي كده، والله عن تجربة. انا لما كنت بقرب لربنا واقيم الليل واذكر ربنا واقرا قران واقرا سوره البقره في الشقه، والله حياتي بتمشي يا جماعه لوحدها من غير ما انا ببقى عايزه. لا، لوحدها. سبحانك يا رب. يعني والله القران والدين ده ما سابش حاجه يا جماعه. زي ما انتوا شايفين اللهم صل على سيدنا محمد. الكلام لهاني. تمام. هنا انا يعني خلصت الرز بالشعريه زي ما انتم شايفين وظبطت الدنيا. وهنا ايه بحمر في اللسان عصفور. قلت اعمل شويه ايه لسان عصفور، شوربه لسان عصفور. تمام. وحمرتها اهو يا جماعه، وهنزل عليها بالشوربه. وبعدين هعمل شويه ملوخيه ناشفه. احنا عندنا ملوخيه خضراء الايام دي. خلاص الملوخيه الخضراء طالعه، بس انا بحب الملوخيه الناشفه جدا، مع ان جوزي مش بيحبها قوي بس انا بحبها. فمره عليا ومره عليه، مش دايما انا هعمل له ايه الملوخيه اللي هو بيحبها. انا برضو في حاجات بحبها هعملها برضو، صح ولا لا؟ صح. زي ما انتوا شايفين كده نزلت بالملوخيه. وبعدين برضو هعمل لها الطشه، هقشر توم كده وهعمل لها الطشه الحلوه للملوخيه الناشفه، وهتاكلي اجمل ملوخيه ناشفه. علشان انا بحب الملوخيه اساسا الناشفه، بحبها قوي. اللهم صل على سيدنا محمد. وكده ديني هخلص الملوخيه زي ما انتوا شايفين، والله عامله زي الملوخيه الخضراء. وبعدين هروح اعمل ايه حته تومه كده، عملتها ودقتها كويس كده في الهون. وبعدين هنزل عليها ايه في الملوخيه. اللهم صل على سيدنا محمد. لكل واحده يا جماعه مخنوقه ومتضايقه وشايله هم وشايله دين وشايله كل حاجه، يعني قربي لربنا. والله الذكر والصلاة على النبي، الصلاة على النبي والاستغفار ده رزق، وهو ربنا لو بيحبك هيقربك من الصلاة على النبي والاستغفار. وانت حاولي جهدي نفسك علشان ربنا يوصلك. جهدي نفسك. زي ما انتوا شايفين كده كنت عطشانة ورحت عبيت الكولمن. قلت ايه مفيش ميه ساقعه فلازم اعبي الكولمن. وكمان شغلت الغساله، قلت هشغل الغساله كده على حطه عبال ما هي تغسل الغساله اكون انا خلصت كل اللي ورايا. والحمد لله خلصت. واعمل القهوه بقى بتاعتي واقعد مع نفسي وفي روقان وايه، وعيالي قدامي وعيالي نضاف وبيلعبوا مع بعض وبيشغلوا البلاي ستيشن.
وايه ومبسوطين وانا مبسوطة بيهم. يقولوا لي يا ماما يا ماما، اقول لهم بالله عليكم سيبوني بس لحد اخلص فنجان القهوه وابقوا تعالوا لي، بس سيبوني مع نفسي ايه شويه. وهم يقعدوا مركزين مع القهوه بتاعتي لحد ايه ما تخلص، وانا مش بخلصها خالص. يقولوا لي يا ما، اقول لهم القهوه خلصت، يقولوا لي لسه، اقول لهم طب خلاص استنوا بقى لحد ما تخلص وكلموني. يقولوا لي حاضر يا ماما. زي ما انتوا شايفين بقى وعارفين الاطفال كده، انا بشغل في الغساله، وهوريكم كمان ايه الحاجات اللي جوز الله يبارك له قلت له هاتها لي وبيجيبها لي. تمام. انا بصراحه ما بطلعش، ما بروحش اماكن خالص، ما بطلعش البلد اللي انا عايشه فيها ما فيهاش طلوع، وعاداتنا وتقاليدنا كده ما بطلعش، ولا حد بيشوفني ولا بشوف حد، ومع نفسي خالص يا جماعه خالص. هو اللي بيجيب لي الطلبات، يقول لي اكتبي لي على الواتساب اللي انت عايزاه والطلبات اللي انت عايزاها واجيبها لك. اقول له خلاص يا سيدي الناس هتجيبها لي. يقول لي انا ممكن يا جماعه والله بقعد بالشهور ما بطلعش من شقتي ولا من بيتي. تمام. بس عيالي يعني عادي ينزلوا يلعبوا تحت مع اصحابهم ومع العيال اللي تحت. تمام. هنا انا غسلت العلبه بتاعه الاريال ورحت ايه حطيت اريال. ده برضو الاريال ده جابها جوزي الله يبارك له، هو اللي جابهولي برضو. قلت له هات لي اريال وهات لي كلور عشان ايه الهدوم فيها بقع وكده. قلت له عشان البقع دي تطلع. قال لي خلاص حاضر. وجاب لي الاريال وجاب لي برضو طلبات. قلت له بص هات لي طلبات. عايزه ايه طلبات؟ قلت له يعني الحاجات اللي ناقصه في البيت. ايه اللي ناقص في البيت؟ قلت له ما انت عايش معايا. قال لي لا انا عايش معاكي، بس برضو انا ما بدخلش معاك المطبخ، انت اللي عارفه الطلبات وانت اللي عارفه ايه اللي عايزاه وايه اللي مش عايزاه. والله يا جماعة يعني هم يضحك وهم يبكي. رحت قلت له هات لي كذا وهات لي كذا وهات لي وهات لي وهات لي، يعني قلت ايه اعمل لي شوية كشري مصري نفسي فيهم قوي يا جماعة. وقلت له ايه هات لي كشري هات لي حمص. راح قال لي طب ادخلي كده في الضرفة اللي جوه دي شوفي فيها حمص ولا لا. قلت له ما فيش. قال لي ادخلي. قلت له عايزة مكرونة كمان ايه اسباجيتا. راح قال لي طب ادخلي برضو شوفي فيه مكرونة جوه ولا لا. والله يا جماعه دخلت اتكسفت من نفسي كده. قلت له تصدق صح في حمص وفي مكرونه سباكيتا، امال ازاي بتقول ايه انك انت مش عايش معايا؟ قال لي ما اعمل ايه يعني، اديكي انت عايشه في البيت ومش عارفه الحاجات اللي عندك. اللهم لك الحمد يعني ربنا كريم يعني ايه. قلت له طب خلاص ده رزق من عند ربنا، هات لي يلا ايه الباقي. جاب لي زي ما انتوا شايفين بقى. قلت له هات لنا حاجه فاكهه ناكلها انا والعيال. قال لي حاضر. راح جاب لي بقى ايه الفاكهه، جاب لي موز. الموز ده طلع ايه؟ طلع بايظ. الموز طلع بايظ. بيقول لي والله العظيم جايبهولك حلو وسليم بس ما اعرفش ايه اللي حصل له. قلت له ازاي؟ تعالى شوف الموز، تعالى شوف شكل الموز. انا جوزي ايه مش عايزه يعني ازعله بقى واقول له قلت له ربنا يبارك لنا فيك يا رب وخليك ايه، بس والله الموز بايظ خالص. قال لي ما انا لو ما جبتش موز ولا ما جبتش حاجه هتقولي لي انت ما جبتش ليه فاكهه وانا قلت لك هات لي فاكهه. راح قال لي يلا اللي حصل بقى ان شاء الله بقى اجيب لكم ايه تاني، بس ايه يعني حاولي تطلعي منه البايظ وارميه واديه للطير والموز السليم ايه خليه العيال تاكل فيه. المهم اللهم صل على النبي مش هم كلهم دول العيال قعدوا ياكلوا برضو. قلت لهم خدوا وقعدوا ياكلوا. ودول ايه الباقيين زي ما انتوا شايفين كده انا عماله بطلع في الموز السليم وبرمي الموز اللي مش حلو. مش برميه يعني احنا الحمد لله عندنا طير فالواحد ما بيزعلش على الحاجه اللي بتترمي، بيفرح ليه لانها رايحه للطير. تمام. واحنا اللهم صل على سيدنا محمد. مش عارفة كنت هقول لكم ايه دلوقتي. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. واحنا ما بنرميش الحاجة، يعني عايزة اقول لكم كده ان الحاجة بتروح ايه للطير، ودي حاجة مفرحانا. والطير اصلا بنجيبه له يعني اكل، بنجيب له علف وبنجيب له اكل. تمام. وبنجيب له عيش وبندشوه علشان الطير ياكله. مش ده بفلوس فعادي لو الحاجة اترمت وراحت للطير برضو ديت ايه ما الواحد ما يزعلش عليها. اللهم صل على سيدنا محمد. زي ما انتوا شايفين انا عماله اظبط في الدنيا وكده، وبحط الموز الحلو على جنب وبحط الموز الوحش برميه عند الطير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اعملوا لي اللايك يعني لو وصلتوا للدقيقه دي، مع اني حاسه كده ما حدش هيوصل للدقيقه دي، يعني ما حدش هيوصل لي للدقيقه دي، بس لو وصلتي بالله عليك اعملي لي اللايك وقولي لي انا وصلت الدقيقه 14. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله هنعمل حاجات حلوة مع بعض
و... و... ويعني بص والله العظيم حياتي حلوة وهعمل لكم يعني فيديوهات حلوة وفيديوهات يعني تغيير وكده. بس دي حياتي، يعني انا عايزة اوريكم حياتي على الطبيعة. دي حياتي، ما يعني بص ما شاء الله في روتينات، يعني اللي مزوقة مطبخها، واللي معرفش عاملة ايه في اوضتها، واللي اللهم صل على النبي يعني ما شاء الله. ده انا بفرح بالحاجات دي والله، وببقى عايزة اعمل زيها تمام. بس ان شاء الله انا لسه دلوقتي يعني لسه انا بادئه ان شاء الله، وباذن الله ربنا يكرمني في القناه دي يا رب بيكم باذن الله، وتحطوا لي اللايك وتشتركوا عشان القناه تكبر بتاعتي. وهجيب وهدلعكم وهنتدلع مع بعض. اللهم صل على سيدنا محمد. وكمان جاب لي طماطم، والله الطماطم تفاح زي ما انتوا شفتوهم كده، الطماطم تفاح. وكمان جاب لي ليمون، قلت الحمد لله. بص يعني انا هغفر لك كل حاجه، وهغفر لك عن الموز اللي انت جبتهولي بسبب الليمون والطماطم اللي جبتهم لي. قال لي خلاص ماشي. وهنا يا قلبي انت وهي دخلت للحمامات. قلت بصوا انا هدخل للحمام بقى، خلاص كفايه بقى كفايه. هدخل للحمام علشان اكله، عشان تلاقيه بصوا بيقول لي تعالي بسرعه اكلينا، تعالي بسرعه اكلينا. فدخلت بقى للحمامات ااكلهم، ودخلت عليهم قعدوا يطيروا كده يعني يلا يلا انقذينا، تعالي حط لنا الميه النظيفه وحط لنا الاكل واكلينا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، الخير والدلع والهنا. ولما بدخل عند الحمام انا يعني خاطري بيتجبر، انا بيتجبر بخاطري يا جماعه لما بدخل عند الحمام. شوفوا الحمامه البيضه دي تحتها ايه، كان امبارح تحته بيض. اللهم صل على النبي، شوفي الزغلول الحلو ده، اللهم صل على النبي ما شاء الله. انا بفرح بيتجبر خاطري والله لما بدخل عند الحمام. ويا جماعه ما شاء الله ما شاء الله، انا باكل منه وببيع منه وبودي الحبايبي منه، يعني انا متدلعه انا، وفي البيع برضو ببيع والله. تربيه الحمام دي حلوه قوي. اللي ما رباش حمام بصوا يبقى عمره ما ربى. سيبكم من البط وسيبكم من الكلام ده الحمام ده دلع. ودي بيضه كمان ما شاء الله، خلاص قربت تفقس برضو. ببص هنا بشوف في بيض مثلا، مع ان في زغاليل، بس الزغاليل بره المكان ده. ورحت دخلت هنا برضو ابص، لقيت برضو الزغلول الصغير ده اللي شفناه مع بعض امبارح اهو قاعد وكبر ما شاء الله. شوفوا كان امبارح ودلوقتي بقى خلاص يعني بقى كبير كده وشايل نفسه. وهروح للزغاليل اللي جنبهم، اللهم صل على النبي، واحد كبير وواحد صغير. علشان انا خدت يعني بيضة، يعني خدت حمامية، عايزة والله اخلي الحمامية الصغيرة دي جنب الحمامية الصغيرة التانية، بس قلت خليهم كده مع بعض طالما عايشين والحمد لله. ودول برضو ما شاء الله اللهم صل على النبي. قلت ابص على المية بقى، لقيت المية بقى على اخرها، والحمام مش راضي يشرب ومش راضي ياكل، لا مفيش اكل، هو مش راضي يشرب. فدخلت عليهم بقى زي ما انتوا شايفين كده. خلاص دي اخر الفيديو. اللهم صل على النبي. خلاص انا خلصت توضيب الشقة وخلصت الاكل واتغدينا وظبطنا الدنيا كلها، وعملت القهوة وظبطت الدنيا، ورحت قلت خلاص بقى سيبوني ادخل للحمام واشوف حمامي. زي ما انتوا شايفين كده قعدت اكل فيه بقى، واحط من هنا وهنا عشان كل الحمام ياكل ما يدخلش في بعضه، واخلص الحمام زي ما انتوا شايفين كده. وبرضو كمان هروح اغير المية بتاعتهم بسرعة قبل ما انا كده سبت التليفون يا جماعة على الارض. تمام، سبته على الارض عشان ادخل اجيب مية. جبت مية وشطفت المية بتاعته، ورحت غيرتهم لهم المية بقى، عشان والله كأني انا اللي على كده هشرب، وكأني انا اللي باكل. ليه؟ علشان يعني الحمام بيحب النظافة، وانا بصراحة برضو اوضتهم عايزة تتنظف، ان شاء الله هننظفها مع بعض. زي ما انتوا شايفين اللهم صل على النبي. الحمام يشرح القلب. وكمان هوريكم يمكن يبان في الفيديو وهم بيأكلوا زغاليلهم، هم بيأكلوا عيالهم، تقولوا سبحان الله. شوف ربنا يعني بيفتحوا بقهم كده ويقعدوا يدوهم من الحصلة بتاعتهم على عيالهم، بيأكلوا عيالهم من حصلتهم. شوفوا الحنية وشوفوا الضنا وشوفوا الغلاوة.
العيل ما بيفهمش كده، العيل ما بيفهمش ان الام بتحب ولدها وبتحب ضناها. بس ان شاء الله إيه يعني اجرنا عند ربنا، اجرنا عند ايه ربنا. اللهم صل على سيدنا محمد. زي ما انتوا شايفين كده وهم عمالين يشربوا زي ما انتوا شايفين. فده ان شاء الله اخر الفيديو. بسيبكم معاه انتوا انا وبتكلم معاكم. بالله عليكم، بالله عليكم لو وصلتوا لحد هنا اعملوا لي اللايك واشتركوا في القناة، وهتجبروا خاطري. الله يجبر خاطركم، اجبروا خاطري واشتركوا في القناة، وان شاء الله اللي جاي احسن. وهكبر بيكم يا كل جزائرية وكل مغربية وكل مصرية وكل واحدة من كل الدول. ربنا يكبر خاطركم زي ما بتكبروا خاطري. واعملوا لي علقوا لي. انا كل واحدة هتعلق لي انا عارفة اسمها، تمام. انا كل واحده بتعلق لي انا عارفه اسمها وبفرح. وعايزه كمان تقولوا لي، يعني كل واحده تعلق تقول لي اسمها ايه، لان مش بيبان يعني في اسمها ده مش بيبقى باين، مش ظاهر، وانا ما ببقاش فاهمه الاسم. فتقول لي انا كذا كذا من الجزائر، انا من المغرب ام كذا، عشان ابقى اعرفها ايه المره الجايه، عشان تبقى حبيبتي وصديقتي واسال عليها واقول فين وفينك يا ام مثلا، يا ام احمد، فينك يا ام محمد، ابقى عارفاكم. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لي اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان كل فيديو انزله يوصل لكم على طول. والى اللقاء الى فيديو جديد ان شاء الله. مع الف سلامة. هسيبكم مع الحمامات القطاقيط وهم وعمالين ياكلوا وعمالين يشربوا وخلاص. قربنا الفيديو يخلص. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. شوفوا 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 المية النظيفة هم وبيشربوا ما شاء الله. انا عارفة كل جوز، كل جوز الجوز يعني عارفاهم، يعني الذكر والنتاية ببقى عارفاهم متجوزين بعض. ليه؟ لاني انا ليا فترة كبيرة قوي مع الحمام، عارفاهم، عارفة فين الذكر وفين النتاية بتاعته، مش كده سايباهم كده. يعني سبحان الله، دي برضو من شطارة الست انها تعرف. ومع السلامة واشوفكم على خير ان شاء الله.